للأسف خبر مؤسف ومحزن جدا. مصر تفقد أهم فنانة فيها، فنانة أسطورة في التمثيل، النجمة الكبيرة منة شلبي. رحيل النجمة اللي بتحظى بموهبة كبيرة. صدمة كبيرة جدا لمنة شلبي بعد ما انتشر خبر حالتها دلوقتي، وإن خلاص مصر تفقد نجمتها الكبيرة الفنانة منة شلبي. حاليا ناس كتيرة مصدومة وبتصرخ وبتقول ازاي، ايه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الفنانة منة شلبي فنانة كبيرة، انتشر أخبار منذ الساعات الماضية إنها بتعيش في صدمة وحالة نفسية سيئة جدا جدا، لدرجة إنها خلاص الناس كلها قالت لا هنفقد منة للأبد. اللي حصل لمنة كالآتي: منة من وقت قضيتها الشهيرة، قضية المخدرات بتاعتها، إن هي خلاص انتهت القضية ودفعت كفالة 50,000 جنيه علشان تخرج. وبعد كده تمت أحالتها مرة تانية. منة شلبي انهارت من العياط وبتصرخ وبتقول ليه تعملوا فيا كده؟ ليه الناس بتقول اشمعنى انت يا منة خرجتي؟ هو انت عشان فنانة ما يتمش محاسبتك زي الناس العادية؟ منة قالت انا ما كنتش عارفة اي حاجة عن الموضوع ده، والموضوع ده قديم وليه بتفتحوه دلوقتي؟ لدرجة ان الناس قالوا لها ان عقاب ربنا شديد قوي ليكي، انت ولا اتجوزتي ولا هيبقى عندك ابناء وشكلك اتغير وكبرتي جدا. وبدأوا يتنمروا ويسخروا منها بطريقة صعبة قوي، اكنهم موكلين في الدنيا انهم يقولوا ده حلال وده حرام ويحاسبوا البني ادمين، على الرغم لو بصينا لعيوبنا هنلاقي فينا اكتر بكتير. منة شلبي عايشة حالة من الذهول والصدمة لدرجة انها قررت الاعتزال. قالت انا ولا بقيت عايزة اظهر على الشاشة ولا عايزة الناس تعرف اخباري ولا عايزة ابقى موجودة اساسا. اعتبروني كنت فترة وانتهيت خلاص. انتوا فعلا بتحكموا احكام قاسية جدا. ليه تعايروني باني ما اتجوزتش او ما خلفتش؟ على فكرة الموضوع ده انا اللي اخترته، كان بارادتي، محدش اجبرني ولا اي حاجة. انا اللي حسيت ان انا لا، انا هستخبى من عيون الناس علشان محدش يقول عليا اي حاجة خلاص. ومش هشتغل مسلسلات تاني ومش هأظهر في اي حاجة، ولا عزاء ولا حفلة، ولا بقى هيفرق معايا اي حاجة. اولا انا ولا اول واحدة ولا اخر واحدة يحصل معاها اللي حصل ده. وكمان ظهرت إلهام شاهين اللي دعمتها دعم شديد جدا، وقالت ايه المشكلة؟ اعملي اللي انت عايزاه، محدش ليه علاقة بينا. هم فاكرين نفسهم مين؟ الناس اللي بتتكلم ديت فيها عيوب اكتر بكتير. اوعي تستسلمي لليأس، اوعي تستسلمي لكلامهم، اوعي تعتزلي الفن. انت فنانة مش هتتكرري ولا هيبقى موجود منك مرة تانية. اللي بتقوليه ده انا مش هأسمح بيه ابدا. ولكن الاخبار بتؤكد ان منة قالت ان انا هعتزل الفن، لدرجة ان الناس قالوا وداعا اسطورة الفن الفنانة منة شلبي.